افتح يا سمسم، تصدقوا ان علبة الحلاوة الحلوة دي معمولة بكوباية سكر واحدة بس، وشوية حاجات تانية صغننة موجودة عندنا في البيت، وبتفاصيل وتكنيك بسيط، بس محتاج شوية تركات كده نعرفها علشان نقدر نعمل السمسمية والحمصية والفولية وتطلع معانا هشة ودايبة وجميلة. وكمان نقدر نعمل كمية حلوة جدا في البيت بمنتهى اللذاذة والبساطة. شايفين بقى الجمال؟ هقولكوا ازاي تغلفوها كده وتبقى شكلها جميل، ونحطها في علبة شيك كأننا جايبينها من برا، وكمان أحلى وأوفر. شايفين بقى بصوا دايبة ازاي؟ يلا بينا نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، ونقول بسم الله. تعالوا نبدأ الوصفة. أول حاجة هجهز الأدوات بتاعتي دي، الصاج اللي أنا هعمل فيه أو الفورمة اللي انتي هتعملي فيها، سواء صينية سواء صاج. هدهنها كده خفيف بشوية مية، وبعد كده هجيب كيس تلاجة افتحه وابتدي احطه كده في الصاج. ليه دهنا بالمية ما دهناش زيت؟ علشان انا عايزة الكيس يكون ثابت لما اجي احط عليه المكسرات بتاعتي او السمسم والحاجات دي، يبقى ايه ثابت ما يتحركش معايا. بعد كده بقى بفرشة كده ببتدي ادهن بقى كده دهنة خفيفة من الزيت علشان اقدر اخرجها بكل سهولة. الأدوات دي أهم حاجة لازم نجهزها قبل ما نبتدي في الشغل، دي هتسرع معاكي جدا وهتسهل معاكي الموضوع. معانا سكينة، معانا سباتولا، معانا معلقة خشب، ونبتدي نمسحهم كده برضو بالزيت علشان مفيش أي حاجة تلزق فيهم والموضوع يكون بسيط. وكمان هندهن المردانة بتاعتنا، دي هتساعدنا جدا جدا في الشغل. شايفين كده؟ دي أول خطوة لازم نعملها، ودي اسمها ميزن بلاس أو تجهيز. التجهيزات دي عندنا في شغلنا هي نص الشغل بالظبط. بعد كده بقى تعالوا نعمل أول صنف وهو السمسمية. أنا هي معايا 200 جرام من السمسم، بيكون لونه ذهبي بالشكل ده، بيكون طبعا منقينه كويس من أي شوائب أو أي حاجة. بعد كده هنعمل ايه؟ هنجيب 75 جرام من السكر، يعني تلت كوباية، عليهم 25 ملي من المية، يعني ربع كوباية، وعصرة كمونة يعني معلقة صغيرة، وباكت من الفانيليا أو رشة من الفانيليا. كمان المكون المهم جدا جدا اللي احنا لازم نحطه معانا هنا هو عسل الجلوكوز. هنضيف قد ايه؟ معلقة صغيرة. طبعا هنا انا عامله لكم كمية صغيرة جدا لكن هتدينا نتيجة حلوة قوي، علشان نجرب كميات قليلة، بلاش تجربوا في كميات كبيرة، وخصوصا لو لسه اول مرة بتعمليها. فده اقل كمية تقدري تعمليها وهتطلع معاكي مظبوطة جدا. كل ده كده على البارد الاول، لسه ما حطيناهوش على النار. بعد كده هرفع السيرب بتاعي ده على النار، وفي طاسة تانية جنب مني على الهادي هحط السمسم، عشان محتاجة السمسم يسخن معايا. هو السمسم متحمص. طيب لو انتي ملقتيش السمسم الذهبي ده وعندك سمسم ابيض، تقدري تحمصيه لغاية لما يوصل للون ده. انا هنا بقلب في السيرب، وجنب مني السمسم على الهادي جدا، محتاج السمسم يسخن. ليه بسخن السمسم؟ اولا لحاجتين، اول حاجة علشان ما يكونش فيه اي رطوبة، ولما اجي اكل كده السمسمية يكون طعمها حلو ومحمص وجميل. وكمان لازم يكون سخن علشان لما احطه على السيرب ما يبردش مننا. في اختبار بقى احنا هنا بنعمله للسيرب علشان نتأكد ان احنا وصلنا للدرجة المطلوبة. بجيب بولة كده فيها مية ساقعة، وابتدي احط فيها نقطة كده من السيرب، واشوف القوام بتاعه عامل ازاي. هنا زي ما انتوا شايفين لسه طرية، يعني سوفت بول. سوفت بول يعني كرة طرية. طبعا احنا لو عملناها كده كرة طرية، ايه اللي هيحصل؟ هتيجي تعملي السمسمية هتلاقيها ايه؟ طرية معاكي سايحة كده. احنا عايزينها تكون بتقطم ومقرمشة معانا ودايبة، يبقى لسه ما استوتش. شايفين بتمط لسه ازاي؟ لسه فيها مطة، ابتدت تشعر كده معانا لكن لسه فيها مطة. هنا بقى وصلنا للي احنا عايزينه، اللي هو الهارد بول، اللي هي بتقطم معايا، اللي هي الكرة الناشفة، وبيبقى لونها كده يدوب كده ايه ذهبي فاتح شوية. ونخلي بالنا اول ما نوصل للمرحلة دي كده خلاص احنا لازم نحط باقي المكونات. رشة بسيطة قوي من الكربوناتو او بيكربونات الصوديوم، آه
ما بين صوابعك كده، يعني على طرف المعلقة الصغيرة، وهنقلبه كده كويس. هيبتدي كده اللون يفتح شوية، وابتدي احط السمسم بقى بتاعي واقلب كل ده مع بعض كويس اوي. مهم جدا مرحلة تسوية السكر. في اخر الفيديو هقول لكم كده، هجمع لكم كل الحاجات المهمة كلها مع بعض، وهقولها كلها مع بعض غير المعلومات اللي احنا هنقولها واحنا شغالين. هنقلب كده كده، احنا خلاص هنطفي النار ونبتدي بقى نقلب كده. عايزة كل السمسم يمتزج مع السيرب اللي عملناه. الصاج بتاعنا جاهز ومدهون زيت، طبعا فرشينه بلاستيك، تقدروا تفرشوا بلاستيك حراري او كيس بلاستيك عادي. وببتدي انزل السمسم او السمسمية على الصاج بالشكل ده. الخطوة دي محتاجة ان انتي تكوني سريعة شوية، وتكون ادواتك جاهزة على طول، علشان السمسمية ما تقفش منك. تقفش يعني هتبقى كلها كتلة واحدة ومش هتعرفي تفرديها بالشكل ده. نبتدي بقى بالسباتيولا اللي احنا مجهزينها ودهنينها زيت علشان مفيش حاجة تلزق فيها، نفرد على طول السمسمية ونساوي ونظبط بسرعة جدا. دي أهم خطوة بعد الخطوتين الأولانيين اللي احنا قلناهم، اللي هو تحميص السمسم وإن احنا نوصل لدرجة السوى المظبوطة للسكر أو للسيرب. نظبط بقى كده كويس قوي. شايفين كل الحاجات دي بتعمليها بسرعة جدا. نساوي، وبالمردانة برضو اللي احنا دهنينها كده عشان تدينا كده سمك حلو ويكون مناسب، نبتدي نفرد بيها بالشكل ده. شايفين بقى بتفرد بمنتهى السهولة ومفيش أي حاجة لازقة فيها. السكينة بتاعتنا الحلوة اللي احنا دهنينها بالزيت برضو علشان مفيش حاجة تلزق. على طول نقطع. تخيلي بقى لو ما كنتيش جهزتي الحاجة دي من الأول، كنت لسه هتدهني السكينة وتدهني المردانة وتعملي صاج، هتكون الوصفة باظت. نقطع بقى كده على حسب ما احنا عايزين الحجم اللي احنا عايزينه. انا حاولت اعمل الحجم كده قريب شويه من الستاندر، يعني اللي هو ايه، بيكون شكله مستطيل بالشكل ده. هي يعني من تحت مش مظبوطه شويه، تحس ان هي نازله تشرب من البحر كده، بس يعني ايه، نحاول نظبطها. شايفين بقى شكلها حلو ازاي. هنسيبها بقى تبرد تماما وتعالوا نجهز الصنف التاني. معانا هنا 200 جرام من الحمص اللي هو بيبقى موجود في السوبر. انا بشتريه كده، بيكون اكياس من المقلة او من المحمصة. وهنعمل نفس الخطوات اللي احنا عملناها مع السمسم هنعملها. لازم نشيل منه لو في اي قشور، وكمان في حباية كده بتبقى فيه جامدة شوية، هوريها لكم دلوقتي. هنحط برضو نفس كمية السكر، 75 جرام، 25 مللي من المية، وعصرة ليمونة. وهنحط هنا معلقة من ماء الورد أو ماء الزهر، ومعلقة صغيرة من عسل الجلوكوز حوالي 25 جرام. طبعا هناخد كل الكلام ده على النار. لكن هنا انا بوريكم الحبايه اللي لازم نستبعدها لما تكون موجوده في الحمص، لانها بتكون ناشفه جدا. بنفس التكنيك بنفس الخطوات هنحط السيرب على النار، وهنحط جنب مننا الحمص في طاسه، نديله كده يعني تسخينه كده خفيفه عشان برضو نشيله الرطوبه، ويبقى طعمه حلو ومقرمش معانا وما يقفش مننا. وبعد ما نوصل لدرجة السوى المظبوطة للسكر، طبعا بنحط رشة برضو من الكربوناتو، ونقلب كده بسرعة. بيبتدي اللون يعمل فوم كده ويفتح شوية، ونبتدي نضيف بعد كده السمسم على طول. الكربوناتو مهمة جدا لان هي بتكسر لنا العرق بتاع السيرب، يعني بتخلي كده حتة الحلاوة تقطم كده معانا وتبقى دايبة وطعمها حلو. هي يا دوب رشة بسيطة يعني على طرف المعلقة، ما تزوديش وما تجوديش من عندك. اعملي يعني المقادير دي بالظبط تطلع معاكي حلوة جدا. جاهزين صاج تاني برضو مدهون وكل حاجة تمام. هنبتدي نفرده بنفس الشكل والتكنيك زي ما احنا شايفين كده. وهنا بفرد بالمردانة وبحاول اظبط. لما تبدأي في الشغل ابدأي بالسمسمية، لان هي اللي هتمرنك شوية، لان هي اسهل. الحبيبات بتاعتها صغيرة وبتندمج بسرعة وبتتفرد بسهولة جدا. ابدأي بالتدريج، يعني السمسمية وبعد كده الحمصية وبعد كده الفولية، عشان تكون ايدك اخدت على الشغل. بظبط بقى كده لو في شكل كده مش مظبوط ولا حاجة، وبالسكينة برضو مدهونة زيت، وببتدي اقطع الحمصية زي ما انا عايزة. طبعا تقدروا تعملوا اي نوع من المكسرات بنفس التكنيك ده كده وبنفس الطريقة.
نقطعها كده خلاص وتمام ظبطناها. ولو في اي كده حمصايه طالعه كده مش شكلها مش عاجبنا نظبطها كده بطرف السكينه ونسيبها برضو تبرد تماما. هنا بقى على بال ما عملنا الحمصية كانت السمسمية بتاعتنا بردت وبقت حلوة وزي الفل وتطلع بمنتهى السهولة. شايفين شكلها حلو ازاي وطالعة مسوية وجميلة ودايبة دوب. قد ايه كان طعمها حلو جدا وتحفة جدا، وكمان في شغلها كانت سهلة ولذيذة. انا عملت معاكم قبل كده سمسمية من غير سكر، مرضى السكر هبقى اسيب لكم اللينك بتاعها في الكومنتات. شايفين هشة ازاي؟ وما شاء الله عملت معانا كمية حلوة قوي، تقريبا حوالي يعني 10 بار او 10 قطع من السمين. بصوا بقى دايبة وهشة ازاي بقيتم بمنتهى السهولة. يعني قبل ما تعملي صنف هيكون التاني جاهز، الموضوع مش هياخد منك وقت كتير. نجهز بقى بعد كده ونعمل الصنف الثالث للحلويات. كل يوم زي ما وعدتكم هعمل لكم باذن الله صنف عشان تحققوا تعملوه قبل مولد النبي عليه الصلاه والسلام. يا ريت طول ما تتفرجوا على الفيديو صلوا على رسول الله. شايفين بقى الجمال؟ دي كده السمسمية بتاعتنا وطلعت ما شاء الله كمية حلوة. تعالوا بقى نشوف الفولية اللي بتتعمل الفول السوداني هنعملها ازاي. هنا برضو معايا 200 جرام فول. مشكلة الفول ده حاجة واحدة ان هو كانت حبته كبيرة شوية، يعني كل ما الحبات اصغر يلضم معاكي كده ويمسك في بعضه احلى يعني. بنجيب الفول ده من المصا، بيكون اسمه فول حلواني بتاع حلوياتي. ما بنجيبش فول المستورد اي حاجة، ده فول مصري اسمه فول حلواني. ما بيكونش مملح، بيكون متحمص بس مش مملح. بنعملها بنفس التكنيك بنفس الطريقة نفس المقادير بالظبط. بنحمص او بنسخن الفول وبنعمل بتاعنا ونبتدي برضو نفرده على صاج مدهون بنفس الطريقة برضو. انا بس كان في مشكله واجهتني هنا في الفول ان انا لما جيت اقطعه او لما جيت ارفعه من الصينيه ابتدى يبقى شويه، لان هو الحبايات بتبقى كبيره فما كانتش لطمه قوي كده، يعني مش متجانسه كده ولطمه جنب بعضها. ف طلع حلوه وكل حاجه، لكن حسيت ان في فراغات كده شويه يعني، فدي كانت بتقطع. فلما الحبايه اللي هيكون صغر شويه هيكون احسن. بفردها بنفس الشكل بنفس التكنيك بكل حاجه، برضو اظبطها كده. وضروري جدا الحاجات اللي احنا قلناها ان الصاج يكون مدهون، ان الادوات بتاعتنا تكون مدهونه من الاول. درجه التسويه لازم تقدري تختبري السيرب. لو لسه بتعمليها اول مره تقدري تختبري السيرب، ان احنا مش بنشتغل بمتر، بنشتغل كده مانيوال يدوي. تختبري السيرب بتاعك كل شويه في ميه. اول ما تلاقي السيرب ابتدى يعني يقع معاكي كده او يكون هارد بول كوره صفرا كده، انتي خلاص هتحطي بقى الكربوناتو وتحطي المسارات بتاعتك على طول. قلب تقلبتين كذا كله في بعضه ونحطه. مهم جدا خطوه التحميص، مهم جدا خطوه دهان الادوات، مهم جدا ان احنا لازم بالمقدار الميه مع سكر مقادير بسيطه قوي. احنا خدنا تلت كوبايه في تلت كوبايه يعني كوبايه عملنا بيها الحلويات دي كلها تقريبا كيلو الا حاجه بسيطه، تقريبا علبه انت لما تجيبها تبقى 900 جرام تقريبا، هي نفس الكميه. كوبايه واحده من السكر وشويه حاجه ليمونه واحده اللي استخدمتها، رشه فانيليا، معلقه مثلا كبيره، الكميه كلها معلقه كبيره على الجلوكوز. فالموضوع بسيط جدا. تابعي التكنيك بالظبط واعمليها زي ما قلت لك هتطلع معاكي تحفه. بقى عندي في جابتهم جدا وقالوا لي والله طعمها احلى من الجاهزه، كفايه انك منقيه الحاجه وعارفه فيها شوائب ولا وعاملاها اضافه، وكمان وفرتي كتير جدا. بس لكم باذن الله كل يوم وصفه جديده، وقولوا لي في الكومنتات ايه الوصفات اللي انتوا عايزين في حلويات المول. شايفين بقى الجمال؟ انا غلفتهم انا خلصت وبيردوا تمام طبعا. غلفتهم كده بستراب. ولو عندك اكل صغيره تغلفيهم، ما عندك تحطيهم في علبه وتحطي ما بين كل طبق وطبق شريحه من البلاك، بس يعني سكر ما يحنش قوي ويقوا بعض يعني. ادي سمسميه والفوليه الحمصيه بمنتهى البساطه. علبه كانت موجوده قلت اعمل عليهم شغل واحطها واقول لهم علبه الحلويات اللي بالشيء. بصيت كده في علبه كده لطيفه، كنت مبسوطه بالوصفه. وأتمنى انكم كمان تجربوها. يا رب تدخل البيت وقلوبكم ونجمع كده ولم الاكل ده عباره عن ولمه. يا رب نبقى دايما في الخير، حاجات حلوه لذيذه جميله. واتمنى كل الحاجات اللي اقدمها تعجبكم. لو عجبكم الفيديو وشير متنسوش تشتركوا عشان يكون كل جديد، وياريت كومنتات ايه رأيكم في الوصفات اللي بقدمها. شايفين بقى الجمال؟ شايفة جدا.
كمان السكر بتاعها مظبوط. وانا عملت وصفة موجودكم لمرض السكر. اشوفكم في وصفة فان فود مع مرة. باي باي.